السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله كده قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. النهارده كده ان شاء الله هنتعلم في الفيديو مع بعض ازاي نذبح الفراخ البيضاء، الفراخ الساسو، اي فراخ عندك، اي طيور عندك، حتى لو بط، حمام، اي طيور عندك ازاي تذبحيها لوحدك. طبعًا الظروف ممكن تضطر إنِّك تبقي عايزة تذبحي حاجة، ما يكونش معاكِ حد يساعدِك، يمسك معاكِ كده، فنتعلم النهارده إن شاء الله كده إزاي نذبح الفراخ البيضا دي مع بعض النهارده، وأنتِ ممكن بقى تذبحي أي طيور زيها، تمام. طبعًا أنا كنت جايبة الفراخ البيضا دي شارية قفص على بعضه كده، من الناس اللي هُم بيوزعوا فراخ، اشتريت الفراخ ديّة، اشتريت قفص عايزة أذبحه. قُلت نذبحه مع بعض كده، فالراجل جابه بالليل وقُلت الصبح إن شاء الله، بحيث إن إحنا أورّيكم مع بعض كده بالنهار ونشوف نذبح الحاجة وننضفها كويس. الفراخ طبعًا كانت سعرها نازل، فقُلت نشتري قفص كده طالما رخيصة على ما نجيب ونربي طبعًا. طبعًا وبصراحة يعني أنا برضه زعلانة إن أنا اشتريت، فما عدتش هاشتري تاني. أنتِ تربّي في بيتِك طبعًا يا جماعة، لو عندنا مكان في البيت، التربية في البيت أحسن وأفضل. ده مبدئي في تربية الطيور. بس طبعًا كانت رخيصة، فأنا قُلت أجيب عشان بيتي بس ما يبقاش فاضي وكده، على ما نجيب إن شاء الله دورة جديدة ونذبحها. طبعًا يا جماعة كمان الفيديو ده قديم، بس أنا كنت مصورة الفيديو و وقُلت أنزّله معاكم ونشوف مع بعض. فالفراخ دي أنا جِبت القفص بالليل، أنا عايزة أقول لكم أنا صحيت الصبح يعني لقيت واحدة منهم ميتة كده. دي كمان أول حاجة أضرار إنِّك بتشتري حاجة من برّه ما أنتيش عارفة هي شكلها إيه والّا فيها إيه. فدي نصيحة لوجه الله، لو ما عندِك مكان تربّي في بيتِك، ربّي في بيتِك. طبعًا عشان ما أكتّرش عليكم بقى، أنا وضّبت المكان اللي أنا هاذبح فيه، جِبت كرتونة كده وفرشتها إنها مكان عشان المكان فيه ترابة وكده، فأنا قُلت نجيب كرتونة نذبح عليها. وطبعًا جايبة اللي هو معايا الطبق اللي أنتِ هتحطّي فيه، أو لو عندِك جيركن قديم ممكن تحطّي فيه الفرخة أو الطيور اللي أنتِ هتذبحيها، تصفّي الدم فيه. طبعًا أنا هاورّيكم نذبح إزاي يا جماعة، بس مش هاذبح قدّامكم على القناة عشان ده اليوتيوب مانع الحاجة ديّة، فأنا هاورّيكم بس إزاي نعمل، وأنتِ طبعًا هتذبحي بقى عشان ما حدّش يسألني تحت في التعليقات بس، واللي عايز برضه يسألني على حاجة في التعليقات اتفضّلوا إن شاء الله وأنا هارُد عليكم. ويا ريت، يا ريت تكتبوا لي تعليق، واللي ما اشتركش في القناة يشترك يا جماعة وتفرّحوني كده، وأي تعليق منكم حلو أنا هارضى بيه إن شاء الله بإذن الله. تمام. بنمسك الفرخة كده ونحط الجناحات بتاعتها تحت رجليّا، وتبقي ماسكة منطقة الرقبة كده زي ما أنتم شايفين معايا. والسكينة طبعًا يا جماعة لازمًا تكون حامية جدًا، على منطقة الرقبة كده، في نُص الرقبة بالضبط كده، بتبدئي تشدّي الرقبة وتذبحي، تمام. يبقى بنحط جناح الفرخة تحت رجليكِ، و الرجل التانية تحطّي تحتها رجل الفرخة، وتبدئي تمسكي الرقبة بإيدِك والسكينة بالإيد التانية. وسكينتِك أهم حاجة في الموضوع إن تكون السكينة حامية. وطبعًا بنذبح كمان يا جماعة على القبلة، لازمًا تكوني في وضع القبلة كده، وكمان تسمّي الله وتذكري الله على الحاجة اللي أنتِ بتذبحيها. بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، وتشهدي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، تمام. لازمًا نقول الكلام ده يا جماعة وإحنا بنذبح على طول، ماشي. نبقى نشاهد ونسمّي الله بسم الله الله أكبر، ونبدأ إن إحنا نذبح، تمام. السكينة بتاعتِك تكون حامية جدًا، لازمًا أنبّه على الكلام ده. طالما هتذبحي لوحدِك يبقى السكينة تكون حامية، بحيث إنِّك ما تتعبيش الطير وياكِ ويبقى حرام عليكِ. يبقى السكينة تكون حامية، هتذبح الطير معاكِ على طول، تمام. أنا حطيت الجناح تحت رجل، والرجل التانية على رجل الفرخة، وبابدأ أمسك زور الفرخة كده، والسكينة أروح جاية دابحة على طول من منطقة نُص الرقبة كده، تمام. وبتبدأي تشيلي بقى الطير اندبحت، تحطيها في الجيركن اللي قدامك دوّة، تحطيها فيه وتمسكي رجليها كده لحد بس يعني ما تبطّل حركة شوية، وتصفّي الدم بتاعها شوية، تمام. طبعًا اللي وصل معايا لحد الفيديو هنا يشترك في القناة، ويفعل زر الجرس إن شاء الله، وتكتبوا لي تعليق كده منكم تحت الفيديو. الفراخ البيضا دي يا جماعة حلوة جدًا في البيت، يا ريت يبقى عندنا مكان إن شاء الله ونربي، وهاربي معاكم إن شاء